الفقرة القادمة هيكون عندنا لقاء أرى أنه سيكشف أشياء كثيرة، ويمكن الجملة اللي هقولها دي هتبقى غريبة شوية، إنه لأول مرة هنسمع حد من مجلس إدارة نادي الزمالك، حد غير مرتضى منصور، لأنه دائما مجلس إدارة الزمالك اللي بيتحدث مرتضى منصور. لأول مرة هنسمع حد بيتحدث بشكل واضح ومطول عن نادي الزمالك. النائب سليمان وهدان الفقرة القادمة، وهو عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حسب فهمنا، لأنه انتوا عارفين مرتضى منصور قد عزله، فهل العزل ده صحيح أو إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ والأهم حكاية نادي الزمالك. يعني ما هو يا جماعة احنا عندنا نادي في مهب الريح، خلاص في مهب الريح. النهارده القضيه بتاعت شيكابالا ده ومطلوب $1.5 مليون ومش عارف ايه في مهب الريح. هل في فلوس في النادي ولا ما فيش؟ الفلوس محجوز عليها ولا مش محجوز عليها؟ نحن نسمع الامر من خلال مرتضى منصور فقط، هو بس اللي يتكلم، هو اللي يطلع ويقعد الناس قدامه كده تلاميذ ويتكلموا. طيب مجلس الاداره اللي موجود ده هو مجلس له راي؟ بيمثل النادي؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه الحكايه؟ ايه الموضوع؟ ماذا يحدث داخل نادي الزمالك؟ لان احنا لا نعرف شيء عن نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك هو صندوق مغلق في منزل مرتضى منصور، نقطه. او هو واولاده، يعني هم اللي بس يعرفوا. وهذا امر غير مؤسسي، لانه النادي ده مش بتاع حد، ده بتاع الدوله. ولما بتكلم على نادي الزمالك بتكلم على الشعبية الثانية، مش هقول الأولى، ولكن إنه يتساب كده، إنه يتبهدل كده، إنه يتكسر كده، إنه يبقى مش لاقي ياكل كده، لا. هذا يعني إحنا بنتكلم على نادي آخر بيعمل الفرع الرابع ليه، وإحنا مش عارفين نعمل الفرع الثاني. إحنا رئيس النادي المعزول كان بيمشي في النادي يجي له الموظفين يقول له انا اسف هقبضك منين؟ ده بيكلم ايه؟ عامل من العمال، قال له امشي كده، انا ما حدش كلمني على مرتبات، روحوا شوفوا هتجيبوا مرتباتكم منين. طيب ماشي، انت معزول وانت لا تريد، طيب ماذا سنفعل للزمالك؟ خلاص كله بينتظر بقى الانتخابات القادمه في شهر 7 او شهر 8. طب ايه الحكايه؟ لاول مره زي ما بقول لحضراتكم انه عمرو اديب بعد إفادة الزمالك وايقاف القيد بتاع الزمالك. اتمنى اصحابي تشيروا الفيديو وتعملوا لايكات. متابعة.